متهيألي إن السينمات حاليا في مصر وفي العالم بتشهد فيلم مايكل، اللي هو عن مايكل جاكسون. وأفلام السيرة الذاتية دايما بيبقى لها رونق مختلف عن أي أفلام تانية. أعتقد إن الفيلم يعني مع إن الناس كانت كتير متوقعة فشله، النقاد اكتشفوا إن الفيلم الناس حبته. الحقيقة إحنا في مصر قعدنا فترة كبيرة نعمل مسلسلات سيرة ذاتية لحد ما جبنا آخرها. يعني كان في سنة واحدة مثلا سعاد حسني قصاد عبد الحليم قصاد مش عارف قصاد ليلى مراد، عملنا مسلسلات محدش يشوفها. كان استسهال. يعني في حاجات كانت معموله حلوه زمان اول ما ابتدينا مسلسلات السيره الذاتيه. يعني كان عندك مثلا حاجه زي قاسم امين. مسلسل قاسم امين لو تفتكروه بتاع كمال ابو ريا، كان مكتوب حلو. ليه مسلسل تاني مثلا كمال ابو ريا مع نفس فريق العمل اسمه علي مبارك، ما اعتقدش ان ناس كتير شافته. مسلسل ام كلثوم الناس نجح. مسلسل سعاد حسني محدش شافه، او طبعا شافوه دلوقتي طبعا في التريقه او في الكوميكس وكده. مسلسل ايه تاني؟ الشعراوي نجح. بعد كده حسن يوسف عمل مثلا 7 8 شيوخ. كتير عمل المراغي وعمل ابن ماجه وعمل انا عجبني المراغي عموما، بس هو عمل ابن ماجه عمل شيوخ كتير جدا. برضو قعد يستمر في الموضوع ده لحد ما جاب اخره. راح عمل المسلسل مع غادة عبد الرازق، مش عارف، زهرة وازواجها السبعة باين ولا ازواجها الخمسة. كنت زعلان منه جدا يعني في الوقت ده، لانه كان بيقول لك مش هعمل مسلسلات اجتماعيه تاني، مش عارف ايه، وراح اشتغل مع غاده. كانت غاده في الوقت دوت يعني رمز بقى وبتاع، واخده سكه مختلفه. فاعمال السيره الذاتيه عموما بيبقى لها رونق خاص. انا فاكر كويس جدا ان احمد زكي قبل ما يموت كان عنده مشروع يعمل الشعراوي ويعمل عبد الحليم حافظ عمله والسادات، وكان عايز يعمل يوم في حياة كل واحد من الشخصيات دي، وكان شغال في المشروع ده معاه محفوظ عبد الرحمن. وهو كان شايف احمد زكي ان هو عايز يوصل للاجيال التانية التجارب بتاعت الناس العظيمة اللي المصريين اللي توفوا، عشان الشباب تتعلم منها ويكون تجربة ليهم. فاعتقد ان نجاح فيلم مايكل ناتج عن حاجتين. ناتج ان الناس فعلا بتحب مايكل جاكسون، وان هو لسه حاضر في الاذهان، وان هو كان اكتر مطرب مختلف واكتر مطرب ليه روح، وان وان الناس لسه بتحبه لحد دلوقتي. حتى لو الفيلم ضعيف، فالناس بتدخل فيلم مايكل عشان حبا في مايكل. دي نقطة. ان السينمات بقالها فترة مفيش فيها افلام قوية. كل الافلام قاعدين افلام خفيفة، افلام مارفل، افلام سوبر هيرو، افلام مصرية على قدها شوية، كوميدي. فده يعتبر اول فيلم ينزل من فترة يعتبر الى حد ما قوي. طبعا احنا عندنا بقى داخلين على الموسم بتاع العيد، ومفروض هيشهد يعني اكبر مواجهة فنية حاليا. وعايز يعني بين كريم عبد العزيز واحمد عز في فيلم سيفن دوج، وقدامهم محمد رمضان، وقدامهم ومعاه ماجد الكدواني في فيلم اسد، وقدامهم بقى الثنائي التلفزيوني الشهير محمد سامي مع مي عمر ومعاه محمد العوضي. اللي هيكسب يعني لو محمد رمضان عداهم في الايرادات، شوف هيعمل فيهم على السوشيال ميديا. انا مش هقول لكم هيعمل ايه محمد رمضان ولا احمد العوضي لو كسب يا. اما احمد عز وكريم مش بيهتموا شويه بالمكسب والخساره، لان هم شغالين. ده احمد عز جايب في الفيلم الجديد اللي بيعمله ولا المسلسل، جايب احلى ممثلين اسبان، جايب برلين معاه اللي هو بتاع لا كازا دي بابل، وجايب الممثلين بتوع احلى بنت في ممثله في تركيا ديت. احمد عز عدى يعني بيعمل مسلسل اسمه الامير في السعوديه دلوقتي. جايب يعني جايب 6 7 ممثلين عالميين، مفيش منهم اساسا، العالم كله بيحبهم. فاحمد عز وكريم شويه ايه ما بيركزوش هم خلاص. يعني احمد عز ده ناقص له لقطه وهيبقى عالمي خلاص. يعني ناقص له بس ايه تكه كده. وعلى فكره انا متوقع ان احمد عز
لو راح بره هينجح، لان هو بعيدا، هو انسان آه، بيقدر شغله وبيهتم بشغله ومش بيتكلم كتير، فدي حاجة بتخليه مميز جدا في السينما عموما يعني، او في التلفزيون. فاعتقد ان السينما بعد فيلم مايكل هتشهد نزول 3 افلام، اللي هو العوضي ومي عمر، والفيلم اللي هو بتاع كريم عبد العزيز واحمد عز، ومعاهم على فكره معاهم كميه نجوم كبيره، معاهم سليمان خان، معاهم مين تاني، معاهم اللي هو ناصر القصبجي او ناصر القصبي، اللي هو بتاع، معاهم عابد فهد، لا مش فاكر اسماء الممثلين قوي، بس معاهم كميه ممثلين عالميين، عشان شفت الاعلان بس من رمضان اللي فات فانا مش متذكر. معاه في الفيلم كميه ممثلين كتير عالميين 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 يعني. وفيلم بقى محمد رمضان، ومحمد رمضان طبعا مع محمد دياب، وعايز يعمل فيلم بقى مهرجانات. هو في فيلم كان من سنتين 3 بتاع ويل سميث، بتاع العبودية دوت، اعتقد ان الفيلم عجبهم فحبوا يعملوه بمحمد رمضان في مصر. اتمنى ان هم ينجحوا. محمد رمضان لحد دلوقتي نجاحه تلفزيوني فقط، مفيش نجاح سينمائي قوي آه، زي نجاحه التلفزيوني. هو ناجح سينمائيا بس مش النجاح بتاع التلفزيون يعني. وربنا يوفق الجميع، وانا اتمنى ان السينمات ترجع تشتغل تاني والناس تنبسط والمكنه تدور تاني. شكرا لكم.